طبعا الهلال السوداني كسب القطن طبعا زي ما هو كان متوقع، كسب 2-0 النهارده، بقى عنده 9 نقط في المركز الاول. وفي لسه في مباراه اللي هي هتلعب يوم السبت ان شاء الله بين الاهلي وصن داونز. اصبح لزاما على النادي الاهلي ان شاء الله انه يكسب صن داونز، او على الاقل يتعادل معاه، يحقق نتيجه ايجابيه عشان يفضل ان شاء الله وصولك يبقى بايدك. يعني ما تبقاش معتمد ان صن داونز يغلب لك الهلال او يتعادل مع الهلال. وطبعا القصه كلها، القصه زي ما قلت لحضراتكم قصه صعبه. فنتمنى التوفيق بس للنادي الاهلي وان شاء الله والدنيا تمشي معانا كويس يعني. ولكن الهلال السوداني دخل دخل الجيم دخل الجيم بقوه خلاص. هي يعني ثلاث يعني كسب الاهلي وكسب القطن بره وكسب القطن على ارضه. دخل اللعب حرفيا. هو اتغلب ماتش سان داونز في جنوب افريقيا وبقى عنده 9 نقط دلوقتي. فهنشوف القصه